ليصمت من أعطى وليتكلم من أخذ. هذه قصة لاعب التنس السويسري الشهير روبرتو ديفسينزو، كيف فاز في البيجيا تاور وهو خارج من البطولة مروح لداره تعرضه امرأة. المرأة هذه تبكي بحرارة وتقول له: يا روبرتو، راهو ولدي باش يموت وعلى طاولة العملية وما عنديش المبلغ الكافي باش نعالجه، وما يكون من الأخير هذا إلا أنه يجبد الشيك اللي ربحه في بطولة التنس ويكتب عليه اسم المرأة. وبعد مرور حوالي أسبوعين بالضبط وهو يتمرن، يجي حارس النادي ويقول له: روبرتو، عرضتك امرأة؟ قال له: إيه؟ قال له: راهي أكبر محتال ونصابة. يغزر روبرتو ويقول له: يعني ولده بخير وما هوش يحتضر؟ يقول له: إيه، بصحة وبخير وبسلامة. يفرح روبرتو ويقول له ويربط على كتفيه ويقول له: هذا أجمل خبر سمعته في حياتي، وإن شاء الله تكون القصة وصلتكم. باي، سلام.